السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة بيزنس على السريع. النهاردة هنتكلم عن جملة العميل دايما على حق، هل هي صح ولا غلط؟ لو عايز تعرف الإجابة تابع الفيديو للآخر. طيب، ظهرت امتى المصطلح بتاع العميل دايما على حق ده؟ ظهر في أواخر القرن 19 في لندن، في متجر اسمه سيلفريدج. كان بيبيع طبعا أساس وحاجات تبع اللي هي سلسلة مطاعم مع سلسلة إلكترونيات مع ملابس. هو المتجر ده كان بيبيع حاجات كتيرة جدا. طيب، ابتدوا يستخدموا المصطلح دوت اللي هو العميل دايما على حق دوت عشان يبنوا ثقة ما بين في الفترة دي ما كانش لسه موضوع البيلدينج تراست موجود بشكل واضح يعني ما بين الشركات والعملاء، فهم حبوا يستخدموا المصطلح ده عشان يجذبوا العملاء ليهم يعني. ومن ساعتها ابتدت الشركات تستخدم نفس الاسلوب اللي هو او الشعار اللي هو العميل دايما على حق. طيب، خلينا ناخد امثله عشان نوضح الفكره. دلوقتي حد مسافر وجاي جاي المطار متاخر، وعايز الرحله كلها تتاجل بسبب ان هو اتاخر. هل شركه الطيران في الموقف ده هتاخر كل الرحله عشان هذا الشخص يعني ان هو اتاخر ويبقى شكل البراند ايمج بتاع الشركه وحش او الشركه شكلها وحش؟ لا طبعا، انت الشركه الرحله هتمشي عادي جدا وحضرتك اللي غلطان. يعني دي سياسه الشركه، انت تيجي في الميعاد قبل المطار، قبل رحله الاقلاع مثلا، وتبتدي ان هو تجهز نفسك انت. يعني دي ظروفك انت، المفروض تجهز نفسك على الرحله دي. طيب، برضو مثال تاني، مثلا حد بيخش مطعم وبعدين في وسط اللي هو بياكل كده يقول لك لا انا الاكل مش عاجبني، لو سمحت رجع الطلب ده ومش هدفع حسابه. هل هو كده صح؟ هل لو كل واحد عمل نفس الموقف دوت وكرره، هل كده انت بتخسر تكلفة عليك عمال تدفع، اللي هي عمال تجيب الشيف ويجهز الاكل ويعمل ومش عارف ايه؟ طبعا تكلفة عليك ومن غير سبب كمان. برضو هتلاقي مثلا لو في التجارة الإلكترونية أو أونلاين كوميرس، مثلا الناس بتشتري حاجات أونلاين وتفتحها وبعدين تستخدمها وبعدين ترجعها من غير سبب واضح. برضو في سياسة استبدال أو استرجاع ممكن المفروض تبقى حاططها، وتعرف ليه العميل ده بيرجع المنتجات بتاعتك، لأن دي برضو بتبقى تكلفة وكوست على الشركة. ما ينفعش إنك تسيب الموضوع كده. طيب، عشان احل الموضوع دوت طبعا، فاحنا هنا العميل دايما مش دايما على حق. يعني تلاقي حاجات امثله اهيت بتدل على انه لا مش على حق، وممكن ياثر على البراند ايمج بتاع الشركه بتاعتك. وفي برضو ممكن تيجي ان انت هتيجي على الموظفين بتوعك، لا يعني برضو الورك بليس برضو هيتاثر بحاجه كده زي كده لما كل حاجه تقول للعميل ايوه ايوه انت صح وكده. فلا طبعا، انت اول حاجه لما يجي عميل يعني طلباته مش منطقيه هتسمعه كويس جدا، تعرف ايه المشكله عنده ايه، تقيم الطلب بتاعه هل هو هيأثر على الشركة، هيضرها ولا هيبقى حاجة في مصلحتها. وبعدين تبتدي تشوف هتاخد الاكشن بتاعك ازاي، وان هو لازم يبقى حاجة شفافة او واضحة ليه ان هو هل هينفع ان الطلب اللي انت بتقوله دوت هينفع ولا مش هينفع. مثلا هنقول برضو لو في مثال البنوك، مثلا خدمات البريميوم، او شخص مثلا اللي هو مثلا بيخش على طول ليه دور معين مثلا، فعشان هو كي اكاونت او شخص ليه اهميه مثلا في البنك او عامل انفستمنت معين، فيلاقي شخص تاني مثلا هتلاقيه بيقول لك لا معترض على الموضوع دوت، فانت برضو هتوديه تشرح له سياسه البنك كده، ان هي سياسه البنك كده، وان هو دوت كي اكاونت او شخص مهم، عميل مهم في البنك، فبندخله على طول يعني على الكاستمر سيرفيس او على التيلر. ده فيديو النهارده، لو عجبك دوس لايك وسبسكرايب وتابعونا عشان يوصلكم فيديوهات جديده عن البيزنس.